سلام عليكم. البكاكين الفلاحي او الكماج اللي حضراتكم طلبتوها مني في حلقة الجبنة القريش. طبعا الشكل لوحده يكفي عن اي تعليق ممكن ان انا اقوله. شايفين منظره حتى من جوه فاضي كده وجميل، وده معناه ان العجينة بتاعتنا مظبوطة جدا. واحلى جزئية لما تنتظريه كده في الفرن يقب لوحده ويبقى شكله منفوخ كده وجميل. طب تعالوا على طول ندخل على الوصفة. اول حاجة هنبدأ بتنشيط الخميرة، وده عن طريق ان انا هحط الخميرة، السكر، المية الدافية، وهقلبهم وهسيبهم على جنب. وهنا استخدمنا دقيق كل الأغراض، هنحط عليه البيكنج باودر ورشة ملح صغيرة، وهنستنى لغاية لما الخميرة بتاعتنا تبقى بالمنظر ده، هاشت كويس قوي وبقت كريمي كده. هنبتدي ان احنا ننزل بيها على الدقيق بتاعنا، وطبعا نجم الحفلة بتاعتنا الخض بتاع القشطة، اللي هو هتلاقي فيه كده كتل من الزبدة اللي هتدي الطعم المميز للكماج. طبعا احنا الاول هنبدأ بكوباية واحدة، وكمان عشان نزود الطعم اكتر هنحط معلقتين كبار من قشطة الحليب او اللبن، وهنبتدي ان احنا نلم العجينة بتاعتنا. اثناء ما احنا شغالين هنحتاج كمية تانية من خض القشطة بتاعتنا، اللي هي قشطة الجبنة القريش اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده في حلقة الجبنة القريش. بعد بقى لما نجمع عجينتنا على بعضها هيبقى فاضل حاجة واحدة عشان ندي طعم برضو فلاحي اكتر وحلو كده، معلقة سمنة كبيرة. بعد كده بقى نبتدي في مرحلة العجن، وزي اي عيش او مخبوزات لازم نعجن كويس قوي لغاية لما عجينتنا تبقى ناعمة بالمنظر اللي حضرتك شايفاه معايا. هبتدي بقى ان انا اجمع عجينتي كده على بعضها واسيبها في نفس البولة اللي احنا عجننا فيها، ونغطي البولة بتاعتنا ونسيبها تختمر كويس قوي. طبعا وقت التخمير ده هيختلف على حسب درجة حرارة الجو. اهم حاجة انه يتضاعف في الحجم زي ما حضرتك شايفة معايا. في المرحلة دي هنبتدي ان احنا نطلع الهواء كله اللي دخل فيها، وهنحضر كده طبق عليه رشة دقيق صغيرة، ونبتدي ان احنا بقى نقرص الكباش بتاعنا. طبعا احنا هنا عشان نعملهم كلهم قد بعض فاستخدمنا الميزان، وعملنا كل قطعة بوزن 50 جرام. لو حضرتك طبعا مش عايزاهم كلهم قد بعض دي حاجة بقى راجعلك. وبنبتدي ان احنا نعملها على هيئة كورة. الجزء اللي احنا جمعنا في الكورة دي ده اللي بيبقى على الطبق مباشرة. تمام. هنكمل بقى كل العجين بتاعنا لغاية لما يبقى بالمنظر ده كده. هنا بقى هغطي العجين بتاعي، بس انا هنا مش هسيبه يرتاح. احنا هنرش رشة دقيق خفيفة على سطح العمل، ودي رشة الدقيق الوحيدة اللي احنا هنستخدمها، لان عجينتنا مظبوطة جدا مش هتحتاج دقيق تاني اثناء ما احنا شغالين. وهبتدي باول واحدة انا قرصتها، لان دي هتكون اوريدي ارتاحت، وبعدين هبططها وهنسيبها على جنب، وهناخد اكتر من واحدة نحطهم قدامنا نبططهم حاجة بسيطة، وبعدين بقى نبتدي في مرحلة الفرد. ركزي بقى معايا هنا يا ست الكل. عشان نطلع الكماج صح لازم نفرده صح، واسهل طريقة انك تفردي بيها الكماج انك تعملي من النص لبره، من النص لبره، وبعدين تبدأي انك تحركيه حركة بسيطة، وبعدين نكرر الكلام ده لغاية لما هنوصل للسمك اللي احنا عاوزينه. الحركة دي هتخلي لك فيه ميزتين. الميزة الأولانية إن هو هيطلع شكله دائري منتظم، والميزة الأكتر أو اللي احنا بقى محتاجينها إن هو هيطلع متساوي في الفرد لغاية لما هنوصل للمنظر ده كده، اللي هو لا رفيع ولا تخين. هبتدي بقى إن أنا أحطهم على قماشة قطنية مخصصينها طبعا للعجين. واهم بقى خطوة تنجح لك الكماج الخطوة دي، ان انا اغطيه واسيبه يختمر كويس جدا. شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ في المرحلة دي بقى هبتدي ان انا اخبزه. اول صينية هتحتاجي انك تسخنيها وانتي بتسخني الفرن، بعد كده خلاص الصواني هتكون اوريدي يعني سخنة. تمام. هبتدي بقى ان انا اشيل، هو ماما اللي بتشيل بس انا يعني بتكلم كده. هبتدي ان احنا نشيلهم على الصينيه بتاعتنا. لو حاسه بصعوبه في الشيل ممكن تخلي الحاجه اللي انت حاطه عليها الكماج تساعدك زي ما ماما كده بتعمل في الفيديو. وبعد كده على الفرن المسخن مسبقا على 220 درجة مئوية زي ما حضرتك شايفة معايا، بيكون على أرضية الفرن مباشرة لغاية لما يقب كده وياخد الشكل الجميل ده. في المرحلة دي بنبتدي ان احنا نطلعه على الشبكة في النص، وكمان بنكون فاتحين بقى الشواية من فوق بحيث ان هو ياخد اللون الأحمر الجميل اللي احنا حابينه، وهيبقى بالمنظر التحفة ده اللي طبعا انا مش عارفة يعني الشكل اكيد بيوصف الطعم، بس الطعم بقى كمان حكاية. طبعا بنشيلهم وبنحطهم على قماشة نظيفة، وبرضو عشان نحتفظ بيهم طريين بنغطيهم وبيبقوا بالجمال ده.